اليوم كما تعلمون ضرب الصواريخ والمواجهة يعني بين كيان وأمريكا وإيران وكذا. فبالنسبة لي الرأي الذي أؤمن به والقول الذي أؤمن به إيمانا جازما، وهذا ما ينبغي أن يؤمن به كل مسلم، أن دماء المسلمين متكافئة، دماء المسلمين واحدة، ما فيش دم مسلم أعظم من الآخر، دماء المسلمين واحدة، دم السوري ودم الفلسطيني دم الليبي ودم المصري، مش هتسمي كل يعني البلدان ولا سيأخذ هذا منا وقتا طويلا، فدماء المسلمين واحدة. لماذا أنا قلت هذه الكلمة؟ لأن سواء الكيان المحتل ارتكب جرائم لا تخفى على أحد في حق إخواننا في أرض العزة وفي ربوع فلسطين أصلا، ارتكب ما ارتكب، وهذا أمر لا يخفى على أحد. كذلك الطرف الثاني إيران ارتكبت ما ارتكبت من جرائم وفظائع في السوريين، في اليمنيين، في اللبنانيين، في العراقيين أهل السنة والجماعة، ارتكبوا ما ارتكبوا. فلما تجيني تقول لي لا أنا أقف مع هؤلاء وضد هؤلاء، هذا لا يصح. المسلم في مثل هذه الحالة لا يقف لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وليس شرطا في الصراعات أن تقف مع أحد الطرفين، ليس واجبا هذا. أنا عندي تاريخ أسود للطرفين في حق إخواننا، للطرفين تاريخ أسود. ترى سوريا 14 سنة ترتكب فيها الجرائم إيران، تظن أن إذا كانت يعني ذاكرتكم ضعيفة ارجعوا، ما تقولي لا في الوقت الحالي، ما كيف الوقت الحالي؟ ترى فلسطين الذي فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولن يحررها من يسب عمر بن الخطاب، لن يحررها من يسب عمر بن الخطاب. وانا عارف ان هذه الامور يعني التي تحدث، الحرب التي تحدث وكذا، ليست لاجل فلسطين على الاطلاق، ولا ايران همتها فلسطين ابدا. كل واحد يقاتل على مصالحه، بس كل واحد يقاتل على مصالحه، هذا الامر. اي نعم هي حرب حقيقيه، انا مؤمن بان هي حرب حقيقيه، يعني مش كما يقول بعض الاخوانيه يعني مسرحيات وكذا، هي حقيقيه ولكن لمصالح شخصيه تعود للطرفين لا اكثر ولا اقل، والضحيه هم الفلسطينيين المساكين وغيرهم بس. فبالتالي المسلم في مثل هذه الحاله لا يا حبيبي، ما تجبرنيش ان انا اقف مع الروافض الذين ارتكبوا ما ارتكبوا في لبنان وسوريا واليمن والعراق. اذهب واسأل أهل السنة في العراق وأهل السنة في سوريا وأهل السنة في لبنان وأهل السنة في اليمن ماذا فعلت بكم هذه الدولة. لا تقل إجراما عما فعله الكيان المحتل بأهل العزة، لا تقل إجراما. فبالتالي في مثل هذه الحالة لا نقف لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل نقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. هذا الذي نقوله، لأن كلاهما لهم تاريخ أسود مع المسلم، ولا نحب هؤلاء ولا نحب هؤلاء، ونتمنى زوال الطرفين، نتمنى زوال الطرفين. وحقيقة أيها الإخوة، من نعم الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، من نعم الله عز وجل أن الله عز وجل يسخر الظالمين لبعضهم فيضربون بعضهم. قد تكون هذه من عقوبات الله عز وجل، وهم الاثنين على فكرة على ما ارتكبوه من جرائم فسخرهم لبعضهم فجعلهم يضربون بعضهم بعض. فلذلك المسلم يقف في مثل هذه الحالة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل كما قلت يقول الدعاء اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم. هذا هو الأمر. بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا المسلمين خاصة يعني في الأردن وفي قطر وفي الكويت والبحرين والسعودية والإمارات. يعني ترى الصواريخ يعني معظمها عشوائية، فأنا تواصلت مع إخوة هنا سقطت على أناس أبرياء، يعني لا قواعد أمريكية، في طبعا صواريخ سقطت على قواعد أمريكية، وحتى الداخل المحتل والله سقطت على أناس يعني من المسلمين هناك. هذه صواريخ يعني في الحقيقة عشوائية، منها التي سقطت على القواعد ومنها التي سقطت يعني على أبرياء. فنسأل الله يعني أن ينجي إخواننا المسلمين هناك، والله المستعان.